يا مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا علينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من الدراويش. الدوري بدأ، الاسماعيلي لعب مع المصري مباراه حيرت كل الناس. ان الجمهور الاسماعيلي فرح جدا بالماتش في الشوط الاولاني وقال لك ده مستوى متفائل جدا بيه وهنحقق نتائج كويسه. جه الشوط الثاني الامور اتعكست، المصري شد حيله، طلعنا بالتعادل في الاخر. فكان في عده اسئله اتطرحت، ناس سالتها لبعضها، هو ده المستوى ولا بتاع الشوط الثاني هو المستوى؟ هو في حاجه غلط؟ هو في ناس لسه مش جاهزين؟ طب فتره الاعداد ما كانتش كافيه، ما كانش في مباراه وديه غير يمكن ماتش واحد. طب ده ايه كان نتيجته؟ ايه كان نتيجه ان الراجل المدرب العام المدير الفني كان مسافر ورجع في وقت متاخر؟ لا، طب احنا كنا عاملين فتره اعداد بدنيا هايله، وكان معانا الكابتن محمد سعد قال احنا بدنيا هايلين. طب هو بدنيا بس كفايه؟ قال لك لا، احنا نبدا نتراجع بدنيا وندخل فنيا. ندخل فنيا دي كان فاضل اسبوع و10 ايام او اسبوعين اقصى حاجه على الدوري. فكانت النتيجه مباراه وديه واحده، وكانت النتيجه بقى في الاجمالا المستوى اللي احنا شفناه. احنا مش هنحكم دلوقتي خالص، لسه مفيش مجال للحكم من اول مباراه، لان في ناس بدات تقول ان بكره الاسماعيلي والمقصه هيلعبوا الساعه 4:30. في ناس بدات تقول ان نغمه ظريفه قوي ان بكره لو الاسماعيلي اتغلب ريكاردو يمشي. طب احنا هنرجع تاني نقعد نحاسب كل ماتش ولا كل ماتشين ولا هنستنى شويه؟ القرار مش لينا، القرار لمجلس الاداره وقرار للجماهير. القرار لمجلس اداره وقرار للجماهير، بس القرار ده هيجي بعد تاني مباراه. احنا لو بالمنظر ده يبقى هنغير 5-6 مديرين فنيين على ما الدوري يخلص. هنعمل ايه؟ هنشوف الايام اللي جايه هتثبت. اسئله كتيره جدا هيتجاوب عليها بس في المباريات. احنا هنعرف اكتر، كل اللي المفروض يحصل هنعرفه من الماتشات وهنعرفه من المستوى. القائمه بتاعت بكره نزلت، في ناس بدات تتغير، في ناس لعبت الماتش الاولاني وقالوا لا ده بكره مش هيلعبوا عشان هم مش جاهزين فنيا. طب هم مش جاهزين فنيا لعبوا ليه مباراه المصري؟ كل الاسئله دي هيتجاوب عليها في الملعب المباريات اللي جايه. مش هنتسرع في الحكم، ولكن هنصبر نشوف الفتره اللي جايه هتبقى عامله ايه. هنتكلم اكتر النهارده لكن مع حضراتكم بس بعد الفاصل، فخليكم معانا. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم ونبدا مع حضراتكم حلقتنا وكل الاسئله اللي طرحناها في المقدمه. ينورني في استوديو الدراويش النهارده الكابتن حمام ابراهيم، مدرب النادي الاسماعيلي والمصري السابق والمدرب الحالي لفريق المنيا. يا كابتن حمام اهلا بحضرتك. اهلا بك يا صاحبي، منورنا. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك. مبروك على ان انتم مسكتوا فريق المنيا، حضرتك كابتن صابر المنياوي، ونتمنى لكم نتائج طبعا مبهره ان شاء الله. ربنا يخليك. عايز اتكلم مع حضرتك على النادي الاسماعيلي الخلاط اللي حصل في الماتش اللي فات. الشوط الاولاني حصل فيه كان كل حاجه تقريبا، حصل استحواذ، حصل سيطره، جونين، فرص ضايعه كتير قوي، وبعد كده جينا الشوط الثاني لقينا الايه اتعكست تماما. ده تحليله ايه فنيا؟ والله بص هقول لحضرتك، يعني يمكن البدايه طبعا دايما البدايات المباريات الدوري بتبقى بدايات غير متوقعه لجميع، ما وصلتش للمستوى، بتبقى ما وصلتش للمستوى اللي هي المعروف عنها والمستوى المأمول ليها من حيث لياقه المباريات والانسجام الكامل بين اللاعبين. تمام. يمكن النادي الاسماعيلي بدأ بدايه قويه جدا، يعني يمكن اكثر من رائعه كمان في الشوط الاول، واستطاع احراز هدفين، يعني من كرتين ملعوبتين من عمرو السوليه للمهاجمين كلاتشي وانطوي. كان كلمه السر عمرو السوليه من اللعيبه لما بيبقى فايق بيفوق الفرقه كلها. يعني لما بيبقى في مستواه اللي احنا نعرفه عنه
بيبقى شكل تاني خالص، وبيبقى اضافه قويه جدا للنادي الاسماعيلي. وفعلا كان الشوط الاول كان من الاشواط الرائعه اللي بدا بيها الاسماعيلي. يمكن الاسماعيلي شايفين الهدف الاول هو معانا يمكن فاجئ الجميع بالمستوى المميز اللي كان عليه الشوط الاول، واحرز هدفين واضاعه فرص عديده يعني من كرات عديده في الشوط الاول. الشوط الثاني يعني انا هقول لحضرتك يمكن هي مشكله اللاعب المصري، يعني هي مشكله اللاعب المصري بيطمن. يعني هم الفرقه اطمنت، اللعيبه اطمنت شويه، وبدات يعني تبدا في ثغرات، في استرخاء شويه من بعض اللعيبه في المباراه. الاطمئنان الزياده ده طبعا الجهاز الفني، يعني انا بعتقد ان هو يعني ملوش اي مش سبب خالص. لا خالص يعني لا يمكن فيه جهاز فني متقدم بهدفين وبيقول للعيبه يعني دافعوا او ارجعوا، والكلام ده كله خالص مش موجود. ودي كمان انا يعني اعرف شخصيه طبعا يعني مستر ريكاردو طبعا معروف من كذا سنه في النادي الاسماعيلي ومن الموسم الماضي. كابتن اشرف خضر طبعا من المدربين المحترمين اللي هم يعني فعلا تقدر من المدربين الافزاز اللي موجودين في النادي الاسماعيلي وفي اسماعيليه وفي مصر كلها. فانا اعرف الكابتن اشرف يعني معرفه شخصيه، فاعتقد ان هم يعني اللعيبه هي اللي اطمنت، اللعيبه اللي هي جالها نوع من الاسترخاء ان المباراه خلاص خلصت، بقت بتاعتنا. بقت بتاعتنا، رغم ان لسه في 45 دقيقه الموضوع ممكن يتقلب. يعني ما انا بقول لحضرتك دي مشكله اللاعب المصري، يعني مش لعيبه الاسماعيلي بس، انما مشكله اللاعب المصري عموما في الاطمئنان والاسترخاء شويه لنتيجه المباراه. فحدث ضربه جزاء طبعا للنادي المصري، طبعا احنا مش هنتكلم عن ضربه الجزاء لان دي مشكوك فيها، في ناس يعني كتير في ناس بتقول مشكوك فيها وفي ناس بتقول صحيحه، فهنسيب دي لتقديرات الحكام، يعني مش هنتكلم فيها، مش هنعلق على الحكام. انما ضربه الجزاء دي طبعا ادت فرصه كبيره جدا للنادي المصري ان هو يرجع للمباراه، يعني كنت شايفينها على الهواء، زاد خوف لعيبه الاسماعيلي على المباراه. فحصل بعض الارتباك فادى الى الهدف الثاني يعني. طيب الكل استغرب من البدايه من البدايه ان اعتماد ريكاردو على محمود حمد كباك يمين. ليك تعليق في الجزئيه؟ هو محمود حمد لعب كتير باك يمين. يمكن لما انا كنت في الجهاز مع كابتن صبري والكابتن كان بيلعب في مركز كان بيلعب باك يمين في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وبطوله الدوري، وكان بيأدي من المستويات كبيره جدا. يعني ما اعتقد ما فيهاش مفاجاه يعني ان هو يلعب باك يمين، انما هو كان يعني بيأديها بشكل كويس يعني. طيب الهدفين تحديدا من راس الحربه انتوي وكلاتشي كان من تمريرات اكتر من رائعه لعمرو السوليه، وكان في تصرف رائع من المهاجمين ادى لوجود هدفين. ليه ده ما بيتكررش؟ ليه ده ما بيبقاش محافظ عليه بشكل اكبر؟ واعتقد ان يعني يمكن التمريرات بتاعه الهدفين يعني بشكل كبير جدا اللعيبه حافظاها بشكل كويس ومتدربه عليها بشكل كويس. وكمان يعني في نجاح للعيبه انها المهاجمين يبقى في عندهم توفيق كبير ان هم يحرزوا الهدفين، واعتقد ان هم لعيبه كويسه المهاجمين النادي الاسماعيلي في الموسم ده. جون انطوي طبعا قدم اوراق اعتماده من موسمين في النادي الاسماعيلي، وكلاتشي طبعا لاعب محترف ولاعب معروف برضه في المنطقه العربيه. فتصرفهم تصرف ايجابي في الهدفين. فانا زي ما قلت لحضرتك، بس هي يمكن يعني سنه اللي هي الاسترخاء شويه، الاطمئنان على النتيجه شويه، السرحان شويه، فدي اللي ادى ان المباراه تخلص بالنتيجه دي يعني. طيب ارضيه الملعب اختلفت عن الموسم اللي فات؟ طبعا ده ارضيه ملعب يعني هو استاذ اسماعيليه طول عمره ارضيه الملعب بتاعته جميله جدا. بس الفتره اللي فاتت دي اخر سنتين هي اللي كان فيها مشكله. كان صعب جدا من سنتين، وخصوصا الموسم الماضي كان ارضيه الملعب صعبه جدا، وخصوصا على لعيبه النادي الاسماعيلي. يعني لعيبه النادي الاسماعيلي ما بتعرف يعني ما بتأديش المستوى المطلوب منها والاداء المعروف عنها في ارضيه ملعب سيئه. انما ارضيه الملعب النادي الاسماعيلي في الموسم ده اعتقد انها هتساعد كتير اللعيبه على اخراج كل ما لديهم من امكانيات لترجمتها لصالح الفريق. طيب كابتن حمامي، كان الكل توقع ان الدراويش هينصب السيرك في الشوط الثاني ويقدم شوط واداء اقوى من الشوط الاول عشان يفوز باول 3 نقط. اللي حصل ده تفسره بايه؟ غير ان اللعيبه اطمنت، كان في تقصير، حضرتك كنت شايف كان في تقصير من حاجه معينه غير ان موضوع اللعيبه اطمنت بس؟ يعني هو مش تقصير، انما يمكن نوع من يعني عدم الانسجام شويه بين قلبي الدفاع اللي كانوا موجودين في المباراه. اللي اعتقد هو كان محمود متولي
سعيد شوقي السعيد. فيمكن يمكن عدم الانسجام بينهم شويه، يمكن اول مره يلعبوا مع بعض كقلبين دفاع. ودي نقطة كمان يعني صعبة جدا على النادي الإسماعيلي كل موسم، إن هو بيغير خط الدفاع بتاعه بناس جديدة بتلعب مع بعض، بتبقى لأول مرة. فأكيد برضو التفاهم. الموسم اللي فات بس هو اللي كان موسمين ورا بعض عبد الحميد وسامح عبد الفضيل. فدي برضو نقطة يعني أكيد مش عايزين نغفلها، إن هم طبعا ما لعبوش مع بعض قبل كده كتير، ويمكن برضو الماتشات الودية في بداية فترة الإعداد كانت. كنت لسه هقول لحضرتك مش ده يرجعنا لأن قلة الماتشات الودية أدت لده دلوقتي. يعني احنا يعني اعتقد ان المباريات الوديه طبعا ليها يعني عامل كبير في زياده الانسجام بين اللعيبه، وبالذات لما يكونوا لعيبه اول مره يلعبوا جنب بعض في مركز حساس زي مركز قلب الدفاع. فيمكن ظروف كانت صعبه على الجهاز ان هو يعمل ماتشات وديه. ويمكن ليه يا كابتن ليه كنت شايفها صعبه؟ يعني كان عندنا الكابتن صبري منياوي، كابتن اشرف خضر، كابتن حمام ابراهيم، كابتن سعفان، لما كانوا في الجهاز الفني من سنه ونص تقريبا بقى او من سنتين، انتوا عاملين اكتر من 51 مباراه وديه على ما الدوري بدا. والله ليه ما عندناش غير مباراه واحده؟ طب هو لو كان مسافر كابتن اشرف خضر طبعا كل التحيه كان موجود. طبعا بص هقول لحضرتك حاجه. يمكن المشكله اللي كانت موجوده يمكن يعني سفريه مستر ريكاردو وعدم يعني يمكن كان في كذا موعد لعودته وما جاش بتاع ده ومتاجل. وانا قريت برضو اكتر من مره في الجرايد ان هو كان بيرفض الماتشات الوديه لغايه لما يعني يظبط الناحيه البدنيه، اللي كان طبعا في مخطط احمال برازيلي موجود كان موجود لمده شهر بس خلصت متاخر نعتبرها يعني ولا ايه؟ وممكن يكون يمكن يعني ما كانش متوقع برضو ان بدايه الدوري تبقى بالسرعه. هو التاريخ كان محطوط. احنا بنستنتج ان يمكن يتاجل، بس التاريخ كان موجود. ما هو دي المشكله يعني. هو يعني ما ينفعش ابني على احتمالات. 3 سنين اللي فاتت اتاجل كتير قوي، وممكن ما كانش متوقع او ان هو يبدا في الفتره دي. بس انا ما ينفعش ابني على احتمالات. طبعا يعني وهو حصل ان اللي هو الدوري بدا. بس انا عايز اقول برضو حاجه استاذ احمد، ان النادي الاسماعيلي كان بيلاعب فريق كبير. يعني النادي المصري من الفرق الكبيره والفرق العريضه وليها شعبيه كبيره طبعا في مع احترامنا للمصري احنا كسبانينه الموسم اللي فات رايح جاي 2-0. انا بقول لحضرتك. وبعدين هم يعني جايبين كمان لعيبه كويسه السنه دي، ومعاهم مدير فني على مستوى عالي جدا طبعا كابتن طارق يحيى، ليهم كل التحيه طبعا وجماهير بورسعيد والنادي المصري. فده برضو ما نغفلش ان حقهم ان هم يعني رجعوا للمباراه، ودي كمان تحسب لهم. واعتقد ان النتيجه يعني عادله، ان الشوط الاول للاسماعيلي والشوط الثاني طبعا احنا لما بنتكلم مش بنتكلم ان احنا طبعا لازم نبقى متحيزين شويه، او حبنا للاسماعيلي بيخلينا نفسنا الاسماعيلي هو اللي يكسب. لكن هو المصري لازم ياخد حقه في القصه دي. احنا بس كنا بنقول ان الاسماعيلي ادى اداء في الشوط الاول كنا متوقعينه او زياده منه في الشوط الثاني، فتمت عكس الايه يعني ان المصري بقى هو الاداء كويس. والله يعني هقول لحضرتك حاجه كمان. بدايه الدوري زي ما بقول لحضرتك قبل كده انه بتختلف، يعني بيبقى فيه نوع من تذبذب المستوى بين ممكن خلال الشوط نفسه او خلال المباراه شوط وشوط. فبدايات الدوري دي ما بتبقاش يعني اللعيبه ما بتبقاش وصلت للفورمه بتاعتها، ما بتبقاش وصلت للانسجام المطلوب. فده برضو بيؤدي الى تذبذب المستوى بين الفريق في المباراه يعني في المباراه الواحده بالظبط. طيب محمود عبد الحكيم، كلمه السر للنادي المصري في الشوط الثاني، هو هل ممكن اللاعب يقلب حال فريقين في نفس المباراه كده؟ والله هو طبعا محمود من اللعيبه المميزه جدا في مصر يعني لما يكون كمان زي ما انا اتكلمنا عن عمرو السوليه، نتكلم عن محمود عبد الحكيم ان هو لما يكون في حالته برضه وبيأدي الاداء اللي هو يعني المعروف عنه، بيفرق مع الفرقه كتير جدا. يعني بيفرق مع الفرقه كتير جدا، تحركاته ومراوغاته والكرات البينيه اللي بيلعبها لزمايله، والكرات الثابته اللي هو مميز فيها. فدي كلها طبعا يعني اعتقد ان هو يعني من اللعيبه اللي فعلا قلبت حال المباراه في الشوط الثاني. وتوفيق كبير جدا طبعا يعني صادف للنادي المصري طبعا في الاهداف اللي جات. يمكن الهدف الثاني كمان يعني يمكن خبط في اكتر من لاعب، وفي حسني عبد ربه في الاخر. فدي كلها يعني لازم برضو المصري ادى بشكل كويس الشوط الثاني وتحقق ليه ورجع في المباراه، وكان ممكن يكسب. يعني يمكن في الثانيه الاخيره من الوقت الضايع كان في انفراد صريح بالحضري اللاعب، كان ممكن النتيجه تبقى 3-2. بالظبط، كانت هتبقى صعبه جدا على النادي الاسماعيلي. طيب لما بقت النتيجه 2-1 يعني بعد هدف المصري الاول، الكل توقع ان الاسماعيلي يفوق
ويدور على هدف التعزيز عشان يطلع بالنتيجه لصالحه، او لو كان في تراخي من اللاعبين حصل او ايا كان، مش هنقول تراخي، قلت اللعيبه اطمنت. طب لما بقت النتيجه 2-1 ليه اللعيبه ما تحفزتش اكتر ان هي تاخد المباراه لصالحها؟ ما هي دي برضو من عيوب اللاعب المصري كمان، يعني ان بعد كسبان 2-0 ومطمن وفي استرخاء كامل جدا، النتيجه لما تبقى 2-1 يعني بيحس ان هو خلاص المباراه ضاعت منه، فبيحصل نوع من بيحس انها ضاعت وهي لسه 2-1، يعني بيحس انها خلاص، يعني ان الفرقه قربت، بدل ما فرق هدفين بقى فرق هدف واحد. ففي اي لحظه ممكن الهدف ده يجي. اللعيبه يعني خافت على المباراه، فبدات تحصل بعض الاخطاء اللي موجوده الطبيعيه اللي ممكن يعني تحصل، ارتباك في المشهد بالظبط كده. فده اللي ادى يعني المباراه تخلص بالنتيجه دي، وهي نتيجه فعلا يعني انا بعتقد انها نتيجه عادله للفرقتين يعني. نتيجه الاداء اللي تم، نتيجه الاداء. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا لسه في بدايه الدوري، فاحنا برضو يعني مش عايزين يعني نحمل اللعيبه انها يعني فوق طاقتها. انها طبعا كان مباراه سهله ان الفرقه تكسب في اول 3 مباريات. البدايات بتبقى مهمه في بدايه الدوري، انك انت لما بتكسب نفسيا لما بتكسب، وده حصل معانا السنه اللي فاتت، بيؤدي الى ان اللعيبه نفسيتها تبقى مستريحه، الجمهور بيبقى مستريح للناس وللعيبه، فبيبقى في ثقه كبيره جدا عند اللعيبه في نفسهم وفي جهازهم وفي يعني من الجماهير في اللعيبه وفي الجهاز. فده بيؤدي الى المكسب، زي ما بيقولوا المكسب بيجيب مكسب. فخلاص انك انت اتعودت انك انت تكسب، فانت بتعمل انك انت تكسب، فده بيدي نوع من الراحه والطمانينه، وبتلعب بشكل مريح شويه. فده بتلعب بشكل مريح وانت عندك امكانيات كويسه، فاعتقد ان النتيجه دايما بتبقى في صالح الفريق يعني. طيب اذا كان الشوط الثاني يا كابتن بيقال عليه هو شوط المدربين، فانا عايز راي حضرتك او تقييم حضرتك لاداء كابتن طارق يحيى وكابتن ريكاردو بصفه بقى ان حضرتك مدرب يعني. والله هو بص، يعني طبعا الكابتن طارق من المدربين اللي بيعرفوا بيقروا الملعب بشكل كويس، وعمل تغييرات ايجابيه طبعا تحسب له. وانما توفيق اللعيبه استاذ احمد برضو بيبقى له دور كبير جدا في الموضوع ده. فما ممكن ينزل لاعب الشوط الثاني وبيتسبب في خسارته، فهنقول برضو ان المدرب هو السبب. ودلوقتي بنقول ان المدرب هو السبب ان نزل لاعب فادى ان هو يبقى مستواه كويس، فالفرقه كسبت، فالفرقه بدات تفوق معاه كده هنجيبها فيه، فالمدرب بيبقى كويس. فانا بعتقد ان دي ليها عامل كبير جدا على اداء اللاعبين كمان داخل الملعب. يعني احنا ما نقدرش نقول يعني ايه اللي اختلف في كلام مستر ريكاردو والكابتن اشرف مع اللعيبه والكابتن كرم جابر طبعا، ايه اللي اختلف معاهم من الشوط الاول للشوط الثاني؟ هو يعني اداء اللعيبه. يعني اللعيبه هي اللي ادائها بقى في تذبذب شويه، فادى الى يعني الفروق الكبيره جدا اللي حصلت بين الشوط الاول والشوط الثاني بين اللعيبه. فهي زي ما بقول لحضرتك المدربين طبعا ليهم دور كبير جدا في انه خلاص يعني قرا المباراه في الشوط الاول وشاف لعيبه الخصم وعرف يعني ايه نقاط القوه والضعف فيها، ودي ده معروفه طبعا من قبل المباراه يعني. انما داخل المباراه برضو بتبقى يعني لما يتلعب الشوط الاول المدرب بيبقى عنده فكره اكتر عن سير الفرقه الثانيه اللي بيلاعبها والمراكز القوه والضعف فيها، فبيبني خطته في الشوط الثاني على الكلام ده. والكلام ده يعني مش هيبقى صح الا لما يكون اللعيبه عندها توفيق واللعيبه بتأدي بشكل كويس. وده اللي حصل مع النادي المصري يعني. تغييرات الكابتن طارق كانت بشكل كويسه جدا، وتوفيق اللاعبين طبعا كان بشكل كبير، فادت ان هم يتعادلوا. دي نتيجه مرضيه او عادله بالنسبه لحضرتك. طيب البعض راضي عن اداء احمد سمير فرج، والبعض الاخر شايف ان هو ما قدمش اللي كان منتظر منه كمفتاح لعب، ان هو يفتح لعب في جبهه كامله زي الجبهه الشمال. احنا برضو لازم نعذر احمد سمير، لان هو برضو بعد ما رجع لنادي الزمالك يمكن ما لعبش فترات كبيره في الموسم الماضي. فيعني ان هو انا اعتقد ان هو ادى الشوط الاول برضو بشكل كويس، وتصويباته اللي هي يعني المعروف بيها اعتقد كان في تصويبه جامده جدا كان ممكن تبقى هدف في الشوط الاول. فاحمد سمير فرج من اللعيبه الخبره ومن اللعيبه الكويسه في النادي الاسماعيلي وفي مركزه وفاهم واجبات مركزه. فاعتقد ان الماتشات بتوالي الماتشات وبتاع ده احمد هيبقى ليه
بشكل كبير جدا مع الفرقه زي ما كان قبل كده يعني. طيب احنا قلنا نتيجه ان احنا عندنا لعيبه كتيره جديده كتير قوي السنه دي، ونتيجه ان ما حصلش ماتشات وديه يمكن مباراه واحده ولا حاجه، فما فيش انسجام كتير قوي. قلنا ان الانسجام ده مهم بالنسبه للعيبه الجداد. يمكن حضرتك علقت قلت ان خط الدفاع المشكله ان ما كانش فيه انسجام، ما لعبوش مع بعض، ما كانش فيه ماتشنج بينهم. طيب اعتماد ريكاردو على التشكيل في التشكيل على غالبيه التشكيل بتاع الموسم اللي فات يمكن عشان يضمن جزئيه الانسجام دي، ولا حضرتك كنت شايفها ازاي؟ يعني هو طبعا الجهاز ادرى بالتشكيل اللي هو بينزل بيه، انما اكيد اللعيبه دي طبعا بتأدي كويس في التدريبات، وهي اللي بتنفذ تعليمات الجهاز الفني اللي بيقولها. فاعتقد ان هو ده السبب، يعني ان هو اللعيبه دي احق ناس انها تبقى موجوده في التشكيل الاساسي. فاعتقد ان الجهاز هو الادرى بالجزئيه دي، يعني مين المفيد بالنسبه له، مين اللعيب الكويس بالنسبه له، وجهه نظر مدير فني او جهاز فني بشكل طبعا عام. اكيد طبعا. طيب كان في 3 صفقات جديده فقط في تشكيله الاسماعيلي في اول مباراه، عصام الحضري، احمد سمير فرج، وكلاتشي. عايز اعرف تقييم حضرتك للصفقات ال3، وهل كانوا مفيدين فعلا للاسماعيلي او في المباراه الاولانيه تحديدا؟ يعني انا هقول لحضرتك يمكن كلاتشي طبعا احرز هدف بشكل كويس مع جدا مع اول ظهور ليه، ودي تبقى مطلوبه جدا في المهاجم، يعني خصوصا في اول مباراه، ان هو لما بيسجل هدف طبعا بترفع من الروح المعنويه، بتدي ثقه عند الجمهور كمان وعند الجهاز الفني، بتدي ثقه من زمايله كمان في الملعب انه عندهم مهاجم بيعرف يجيب جون. فدي كلها عوامل ايجابيه في موضوع انه كلاتشي اول مباراه بيحرز هدف. وواضح كمان انه في تفاهم كويس بينه وبين جون انطوي في الناحيه الهجوميه، يمكن عشان افارقه برضو مع بعض، واللغه تبقى ممكن يعني في لغه مشتركه بينهم، فده ادى ان في انسجام بينهم في المباراه. فاعتقد ان كلاتشي يعني نجح في اول مباراه. احمد سامي فرج زي ما قلت لحضرتك هو برضو لسه بعيد عن مستواه المعروف عنه، انما بالماتشات طبعا هيرجع احمد سمير فرج اللي الجماهير تعرفه والناس كلها تعرفه عنه انه من احسن الباكات ليفت موجودين في مصر. عصام الحجري طبعا عصام يعني حارس مرمى كبير وحارس مرمى خبره، وفيه يعني ان هو إضافة طبعا لأي فريق، بيدي اطمئنان كبير جدا للناس اللي قدامه. بس طبعا هو يعني اتظلم طبعا في الهدفين اللي جم في ضربة جزاء والكرة اللي خبطت في اللعيبة، وكان في زحمة في منطقة الجزاء. فيعني اعتقد ما يلامش، ما حسبش لسه على يعني حاجه زي كده. طيب كان في ثغرات ومشكلات في خط دفاع الاسماعيلي، حضرتك كنت شايفها ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك هي بس يمكن يعني حته الانسجام لسه ما كانش موجوده بينهم بشكل كويس، انما طبعا بالمباريات والتدريبات مع بعض اكيد ان شاء الله يعني هتبقى فيها حاجة كويسة بالنسبة لهم. يمكن برضو الميل يعني للدفاع، ودي اعتقد انها دي من داخل اللعيبة نفسهم. يعني ليه انا ما اجيب، يعني انا كسبان 2-0، يعني انا المفروض كلاعب مستريح يعني، فهاجم بشكل كويس. وزي ما بدأت الشوط الاول بالعكس، ده انا كسبان 2-0، فدي هتديني كمان حتى لو انا لياقه الماتشات معايا مش كامله 100%، انما انا كسبان ومرتاح، فدي بتديني ميزه عن الفرقه الثانيه. بالعكس ده فريق المصري يعني المفروض هو اللي ينزل الشوط الثاني مرتبك واكتر، انما يمكن حصل العكس زي ما انا بقول لحضرتك، ان اللعيبه برضو يعني الميل الناحيه الدفاعيه فيها كانت بشكل يعني مبالغ فيه في الشوط الثاني، فادى الى ان طبعا تحصل ثغرات، وانت بتلاعب زي ما قلت لحضرتك فريق كبير يقدر يجيب جون، ولاعيبه كبيره ولاعيبه خبره عندهم خبره كويسه، فقدروا يستغلوا الموقف يعني. طيب فتره الاعداد يمكن غالبيتها كانت بدنيا اكتر، وكانت مسؤوله عن رفع لياقه بدنيه والاستعانه بخبير اجنبي. كابتن محمد سعد شكر فيه جدا، قال ان هو كان عامل شغل حلو قوي، النتيجه المفروض ان هي كانت تبقى على المدى البعيد حتى احسن، لان يمكن تعوض الجزء الفني. ولكن في ناس شافت ان النادي المصري كلياقه بدنيه للاعبين في الشوط الثاني كان افضل بكتير من الاسماعيلي. ده له علاقه ولا له علاقه بالنفسيه باللي حصل مثلا في الشوط الثاني، فالتراجع كان على كل المستوى؟ والله بص، يعني حضرتك انت لو بدات يعني لو شفت بدايه الشوط الثاني ما كانش في فرق اكتر عن الشوط الاول، يعني برضو النادي الاسماعيلي هو اللي مستحوذ، والنادي الاسماعيلي هو اللي ماسك الكوره. انما يعني اللي حصل بعد ضربه الجزاء الروح المعنويه ارتفعت عند لعيبه النادي المصري،
وانخفضت عند لعيبه النادي الاسماعيلي. فده اللي حاسس الناس او يعني باين للناس ان لياقه لعيبه النادي المصري هي يعني هي الاعلى وهي المرتفعه. انما لا، انا ما اعتقدش يعني ان هو في، ما حسيتش ده؟ لا لا لا, لا ما كانش فيه يعني ان في لياقه بدنيه زياده عند لعيبه النادي المصري. لا، لعيبه النادي الاسماعيلي عندهم برضو عملوا فتره اعداد كويسه. وانا عارف طبعا الكابتن اشرف برضو من الحاجات اللي بيهتم بيها جدا في التدريب، وان هو كان ماسك فتره الاعداد الفتره اللي فاتت دي كلها، ان هو بيهتم باللياقه البدنيه وشغل الكوره مع يعني مع اللياقه البدنيه. فلا لا، انا زي ما بقول لحضرتك، هو الهدف اللي جه من ضربه الجزاء هو ده اللي ساعد ان لعيبه النادي المصري بتزود من مجهودها، فاداهم ثقه انهم ممكن يتعدوا. وده السبب الثاني كمان، انه بيأثر على اللعيبه، وبيأثر على عضلات اللعيبه كمان في داخل الملعب. ان اللاعب لما يبقى مشدود وكده فبيبقى الامور بتبقى بالنسبه له صعبه. يعني هو العامل النفسي اثر على كل العامل النفسي هو اللي اثر على العامل البدني في المباراه. طيب تغييرات مستر ريكاردو، حضرتك شايف ان هي اضافت ايه للفريق؟ انا عارف ان هي وجهه نظر مدرب، لكن تحليليا حضرتك شايف ان هي اضافت ايه؟ يعني نزول ابراهيم حسن بدل من كلاتشي في الدقيقه 74، جمال حسنين بدل من احمد سمير في الدقيقه 81، واحمد ابو زياده بدل من عمر الوحش في الدقيقه 87. لا، انا شايف انها ما اضافتش حاجه. لا لا، ما كانش اضافت حاجه ما حسيتش ان هي ما كانش في فرق أحسن. يعني لا، ما انا يعني ابراهيم حسن ما كانش برضه بالشكل اللي معروف عنه، اللي كان في بداياته كمان. كان بداياته كان حاجه كويسه جدا ابراهيم، وكان من اللعيبه الكويسه، والناس كلها يعني توقعت له ان هو هيبقى من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر. انما ما اعرفش ايه السبب في تراجع مستواه كان الموسم الماضي. يعني احنا طبعا لسه بدايه الموسم السنه دي، انما الموسم الماضي كان فيه تراجع كبير جدا في مستوى ابراهيم حسن عن الموسم اللي قبله. جمال حسنين برضو نفس الكلام اللي بيتقال عن احمد سمير فرج بيتقال عن جمال حسنين. هو برضو جمال بعيد جدا عن الماتشات الرسميه والمشاركه كلاعب اساسي في الفريق. يعني ما تقدرش تقول ان هو يعني كان عمل اضافه برضو في المباراه، في التغييرات النزول. طبعا احمد ابو زياده طبعا كان ان الجهاز كان بيراهن ان عايز يجيب جون عشان يكسب المباراة، فلاعب من المقدمة في المهاجم بدل عمر الوحش اللي هو لاعب وسط مدافع عشان يزود الناحية الهجومية. بس يمكن كان الوقت قليل بالنسبة له يعني. طيب ايه السر في تأخير اجراء اي تبديل او الانتظار لاخر 15 دقيقة؟ دي طبعا وجهه نظر يعني تحليلها ايه؟ انا عارف ان هي طبعا وجهه نظر، هو اللي بيحاسب عليه، لكن تحليلها ايه؟ حضرتك شايفها ازاي ان هو ليه استنى لاخر ربع ساعه وكانت النتيجه حضرتك شايف ان هو التغييرات دي ما اجرتش اي حاجه؟ في ان ممكن اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب بتأدي بشكل كويس، وبتأدي يعني بالكلام اللي بيقوله المدير الفني، فما يبقاش فيه اي ممكن ما اغيرش خالص. يعني هو التغيير ده يعني اكيد مش ضروري يغير طبعا بيبقى اكيد ليه سبب. ممكن اللاعب اللي طالع يبقى فيه اصابه او حاجه، يمكن مش موفق في المباراه دي فانزل لاعب مكانه. يعني بس انما انا عايز حاجه من لاعب عندي موجود على دكه البدلاء، انا شايف ان هو ممكن يقدم لي اضافه في الوقت المتبقي من المباراه. فكل مدير فني بيشوف حسب يعني سير المباراه وحسب حاجته هو من المباراه، فبيعمل التغييرات بتاعته. التغييرات دي. طيب كان في كلام في فتره الاعداد عن معسكرات سواء خارجيه في اسبانيا او في الامارات، او معسكر داخلي في اكتوبر، او معسكر هنا في اسماعيليه، وفي الاخر ما حصلش خالص، فادى الى نتيجه ان ما كانش فيه مباريات وديه، ما كانش فيه انسجام. هل ده له تاثير ولا المعسكر ما يفرقش قوي عن؟ لا طبعا لازم يكون في مباريات. لا طبعا بيفرق في نفسيه اللعيبه نفسها. بص هقول لك يعني فضل. انا يعني لو ما فيش معسكر خلاص ما اقولش فيه معسكر، انما انا كنت عارف ان النادي الاسماعيلي طالع معسكر خارجي. يعني يمكن قريت كتير بقى جدا كلنا قرينا زي ما بنقرا حاجات كتير وما بتحصلش. ان في معسكر خارجي للنادي الاسماعيلي وهيقام وهتعمل ماتشات وديه فخلاص يعني اللعيبه خلاص اقلمت نفسها انها طالعه معسكر خارجي. طبعا بيبقى المعسكر الخارجي بيبقى فرصه كبيره جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك انت جايب 15 لاعب جديد او 14 لاعب جديد، فانت محتاج جدا انك انت تطلع اللعيبه دي معسكرات بيبقى زياده انسجام بينهم، زياده الالفه بينهم، بيعرفوا بعض، بيعرفوا عادات بعض، بيتدربوا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، بياكلوا مع بعض، فبيعرفوا كل حاجه عن بعض في خلال فتره المعسكر. ودي بتبقى فتره يعني مهمه جدا للعيبه، بالذات اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه، عشان يحصل زي ما بقول لحضرتك الموضوع الانسجام ده.
انا بقول لحضرتك، يمكن احنا لما كابتن صبري كان ماسك الفرقه، يمكن احنا قعدنا بالظبط اسبوع تدريب، وبعدين جات لنا دعوه للسودان. احنا طبعا لا استعدينا ولا كان في فتره اعداد ولا بدانا فتره اعداد بشكل كويس. الكابتن صبري قال لك لا، احنا كان في برضه احلال وتجديد في الفرقه، نروح عشان يبقى في انسجام بين اللعيبه، ومقيمين اقامه كامله مع بعض، اقامه كامله. ويمكن دي كانت من الحاجات الكويسه واللي ساعدت ان الفرقه تقدم يعني موسم من وجهه نظرنا ان كان كويس يعني. طيب انا هاخد تقرير عن كواليس ما بعد مباراه الاسماعيلي والمصري، وبعد كده هرجع اتكلم مع حضرتك عن الجزئيه الخاصه بمباراه بكره مصر المقاصه والاسماعيلي. يمكن تاريخ اللقاءات مش في صالح اي نادي. اول مره كان تعادل 1-1 وبعد كده ماتشين تانيين تعادلين 0-0، وهيبقى عندنا جزء من المباراه من الدوري اللي هو 2011 12 اللي اتلغى ده كان برضو 0-0. فخلينا نشوف تقرير عن كواليس ما بعد مباراه الاسماعيلي والمصري، وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم مع الكابتن حمام ابراهيم، فخليكم معانا. مشاهدينا الاعزاء، بعد انتهاء مباراه نادي الاسماعيلي والنادي المصري البورسعيدي، المباراه انتهت بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين. تقدم الاسماعيلي بهدفين عن طريق كلاتشي وجون انطوي، ثم عادل النادي المصري بهدفين عن طريق احمد يحيى وضربه جزاء عن طريق محمود عبد الحكيم. معي في هذا اللقاء سياده العميد بديع ابو علي عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي. اول هارد لك. هارد لك طبعا، هارد لك. بس احنا لعبنا شوط والمصري لعب شوط، بس احنا كان المفروض الماتش كان يبقى بتاعنا احنا يعني بدايات، دايما البدايات بتكون كده يعني، رغم ان الاسماعيلي الدوري بس احنا ضيعنا الفوز بايدينا. اللعيبه نازله الشوط الثاني افتكروا ان احنا الماتش انتهى، لا المفروض نلعب على اخر وقت. هم افتكروا ان الماتش 2-0 فاحنا خلاص كسبنا الماتش، فنزلوا كان في تراخي شويه. دي عاده اللعيب المصري، دي لا دي عاده اللعيب المصري لكن احنا بنقول المصري، احنا والمصري بلد واحده وشرفونا النهارده، دي برضو حاجه جميله وديربي منطقه القناه. بس انا زعلان بصراحه يعني، انا زعلان انا زعلان، كل باين على وشك زعلان يعني. انا عايز اقول ان استضافه النادي المصري بقى، يعني نرجع الخطوه الجميله اللي عملها عضو مجلس، هي دي اللي مفرحانا. لان النادي المصري برضو يعني انا بحب النادي المصري جدا وبحب بورسعيد، بعتبرها بلدي الثاني، وشرفونا النهارده ويعني هارد لك هنعمل. هي دي الكوره. الشوط الاولاني كان صعب بالنسبه لنا، دخل فينا جولين صعب الماتش. الحمد لله الفرقه قدرت تعوض الشوط الثاني الحمد لله. يعني احساسك النهارده كان اكيد قلبك كان مقسوم اتنين يعني. اكيد طبعا، انت بتتكلم نادي الاسماعيلي بيتي طبعا، بس خلاص يعني راح انتقلت حته ثانيه النادي المصري. اتمنى ان ربنا يوفقني ان شاء الله في النادي المصري. الاستاذ احمد عبد الحليم عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي، هارد لك. هي الكوره كده، غالب ومغلوب، وهي دي الكوره. الماتش كان في ايد الاسماعيلي الشوط الاولاني، وبعدين الشوط الثاني جاء اتقلبت العمليه. وبعدين يعني من وجهه نظري انا ماليش دعوه بالمساله الفنيه، دي مساله فنيه بحته للمدرب، بس انا من وجهه نظري الشخصيه كواحد من الجمهور مش كعضو مجلس اداره، تغيير عمر الوحش اتاخر جدا. كان لازم ابراهيم حسن ينزل من الاول، استنينا لغايه الفرقه ما وقعت خالص ونزلنا ابراهيم لو كان نزل قبلها بربع ساعه كمان كان الوضع بقى غير كده. معي في هذا اللقاء كابتن علاء شعبان لاعب النادي المصري. مبروك علاء. الله يبارك فيك. واحنا طبعا بدانا بدايه وحشه قوي واتخطفنا بدري، فالحمد لله قدرنا الشوط الثاني ان الكابتن كلمنا ونزل تغييراته وغير من الماتش، والحمد لله احنا قدرنا نتعادل وكنا ممكن نكسب في اخر دقيقه. علاء، يعني ايه سر التغير المفاجئ في النادي المصري في الشوط الثاني؟ والله احنا كنا مش مظبطين شويه في نص الملعب، فالكابتن كلمني وكده، كلم كل الناس اللي في نص الملعب، فاحنا قدرنا نمسك نص الملعب، والحمد لله اللي احنا قدرنا نتعادل الحمد لله وكنا ممكن نكسب. كابتن كرم جابر، هارد لك. يعني الواحد حزين بجد، يعني كان في ايدينا ماتش سهل وكنا كسبانين 2-0، عاملين تايم من احسن الماتشات اللي تلعب فيها كوره. التايم الاولاني 2-0 ومضيع اجوان كتير جدا تخليك تكسب 2 و3 لكن هي دي كوره يعني، انت اديت التايم الاولاني وتعبت واشتغلت فكسبت. التايم الثاني الجماهير شافت نتيجه، ولكن انت كراجل فني يعني تقدر تقول لنا ايه اللي حصل؟ لا، هو الموضوع مش موضوع فني اكتر من انه انت التايم الاولاني زي ما قلت لك انت بتحترم النادي المصري واشتغلت مظبوط على النادي المصري على نقاط قوته ونقاط ضعفه، وقدرت تستفاد من تركيزك ال 45 دقيقه لانك تكسب 2-0 وكان ممكن تكسب 3. التايم الثاني كنت ممكن تتغلب.
لا بص هقول لك حاجه يا هشام انا هقول لك حاجه. بص هنتكلم بقى والناس هتقول ضعف الحاله البدنيه والماتشات الوديه. يا جماعه بالراحه يعني، خلينا ناخدها واحده واحده. في 45 دقيقه اتعمل فيهم كل حاجه. لو انت مش جاهز مباراه، لو المباريات مقصره معاك يبقى مش هتظهر بصوره كويسه في الشوط الاولاني. لو انت بدني ضعيف يبقى مش شغال 45 دقيقه و45 دقيقه التانيين تقع. المشكله كلها يا هشام ان احنا التايم الثاني اتعاملنا مع المباراه مش احنا كجهاز، بالعكس احنا جوه في الاوضه قلنا يا شباب الماتش ده عشان يخلص لازم نجيب جون ثالث، الماتش ده عشان يخلص لازم تخش التايم الثاني وانت 0-0 تلعب عشان تكسب من غير ما يجي فيك جون. لكن وارد يا هشام ان انت تلاقي ضربه جزاء وكره ثابته، جون اللي جون فيك ضربه جزاء وكره ثابته، والاثنين كوره معانا مش مع النادي المصري. بس الاسماعيلي ما راحش خالص في الشوط الثاني على غير كوره واحده، ما راحش خالص. بس عشان انت لو خدت بالك من الجونين التوقيت ورا بعضه ما لحقتش تشتغل، وكل ما الوقت بيمشي بيك المباراه انها تخلص اللعيبه خوفها الزايد بيخليها ترجع للثلث الاخراني، وده ما احنا مش قايلينه. لكن هرجع اقول لك برده يا هشام، شوف الجونين اللي دخلوا فينا بصرف النظر عن ان انت الشوط الثاني ما رحتش بالشكل المطلوب، لكن في الشوط الثاني النادي المصري راح بالكور الثابته، ضربه جزاء وفاول. لا بس هو حقيقه الامر انت في الشوط الثاني ما رحتش خالص. مش ما رحتش بالشكل المطلوب، ما رحتش خالص. ما انا هقول لك حاجه، انت ما رحتش خالص بس انت خلي بالك يا هشام لما تيجي تحسبها، ما النادي المصري ما خدش 45 دقيقه مكسرنا هناك. انت بتتكلم في اخر ثلث ساعه ده شيء طبيعي، فرقه مغلوبه وبتهاجم بكل خطوطها، ليهم كوره في العارضه مظبوط. انت طول الشوط الاولاني بتضيع. كابتن طارق مبروك. الحمد لله رب العالمين. هو طبعا يعني كلمه مبروك برضو ايه يعني تحسسك ان احنا كسبنا. احنا طبعا النهارده خدنا 2 بونت من فرقه كبيره، فرقه الاسماعيلي، فرقه محترمه، ده ما يقللش من فرقه المصري فرقه محترمه. واعتقد ان الشوط الثاني النهارده يعني اللعيبه الشوط الاولاني ما نفذوش التعليمات اللي طلبها منهم الكابتن طارق يحيى واللي طلبها منهم الجهاز الفني. انما الشوط الثاني اختلف الامر خالص، بدانا نمسك كره تحت رجلينا، بدانا نروح على الجون، بدانا نهدد مرمى الاسماعيلي، قدرنا نعوض التاخير بجونين لتعادل، وكان ممكن في اخر كره في الماتش ان انت تكسب كمان. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في الدرويش، وبيشرفنا في الاستوديو كابتن حمام ابراهيم مدرب فرقه المنيا في الدوري. كابتن حمام، انتوا عندكم بقى مباراه امتى؟ اول مباراه لكم يوم الخميس ان شاء الله. احنا يمكن الدوري بدا يوم الخميس اول امبارح، بس احنا كان عندنا باي كنا في اول اسبوع، فعندنا ان شاء الله مباراه مع فريق بني سويف ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله. يعني نتمنى لكم توفيق ان شاء الله. عايز ارجع مع حضرتك بقى ومع جمهورنا عن مباراه بكره الاسماعيلي ومصر المقاصه. كان تاريخ اللقاءات بين الفرقتين 3 لقاءات، كان فيهم 3 تعادلات، الاولاني كان 1-1 والاثنين تانيين كان 0-0 تعادل سلبي. يعني التاريخ ما قالش كلمه ان هو المباراه تبقى في صالح فرقه من الفرقتين. حضرتك متوقع ايه المباراه دي؟ وده يديك كمان مؤشر ان المباراه صعبه. المباراه صعبه يعني بيديك مؤشر ان المباراه مش هتبقى مباراه سهله. فريق المقاصه يعني من الفرق المستقره، من الفرق اللي عندها كمان جهاز اسماعيلاوي، كابتن ايهاب جلال والكابتن حمد ابراهيم، عندهم زي ما بقول حضرتك استقرار فني واستقرار مادي يعني يمكن شايفين دي اخر مباراه كابتن معسكرات وكده. الاسماعيلي والمقاصه 2011 2012 الموسم اللي اتلغى كانت 0-0. فانا بقول لحضرتك انها هتبقى مباراه صعبه، يعني مباراه صعبه على الفرقتين. يعني طبعا الاسماعيلي طبعا عايز يعوض خساره نقطتين في اول مباراه، والمقاصه كسب اول مباراه مع نادي الرجاء 2-1، فده في 3 نقط هنا وفي نقطه واحده هنا، فده كمان يهمه ان هو يمشي بشكل كويس. وزي ما بقول لحضرتك معاهم مدرب يعني انا بعتبره ان هو ان شاء الله هيبقى من المدربين الكبار في مصر، الكابتن ايهاب جلال، شخصيه محترمه جدا وشخصيه خلوقه جدا، ومعاه الكابتن حمد ابراهيم، وهم طبعا ابناء من ابناء النادي الاسماعيلي. بس عايز اسال بقى، لما يكون حد من ابناء النادي الاسماعيلي بيلاعب الاسماعيلي زي كابتن خالد اللماش كده الموسم اللي فات في المباريات اللي كانت بين الشرطه والاسماعيلي، بتبقى شايفها ازاي؟ بيبقى شايفها تحدي ولا شايفها ان هم عارفين كواليس الاسماعيلي فبيلعبوا على ده، ولا بتبقى ايه؟ يعني في نمره واحد طبعا كل مدير فني بيلعب لاسمه، بيلعب للنادي اللي هو لفرقته اللي هو بيلعبها. الحاجه الثانيه كمان ان طبعا زي ما حضرتك بتقول ان هو عارف كل صغيره وكبيره عن لعيبه النادي الاسماعيلي، وعارف طريقه لعبهم، وعارف اللعيبه دي بتتحرك ازاي، ومين اللعيبه الخطر في الفرقه، ومين ايه الثغرات اللي ممكن يلعب عليها. فدي برضو من النقط المهمه، ان يعني لاعب او مدرب في النادي الاسماعيلي فعارف اللعيبه دي بشكل كويس. انما طبعا هو بيهمه طبعا فرقته، بيهمه اسمه كمدرب موجود.
فاعتقد انه كل مدير فني بيطمع ان هو يبقى اللعيبه بتاعته الفرقه بتاعته تكسب ويكون في يومها وبيحالفها التوفيق انها تكسب المباراه يعني. طيب عايز اعرف تقييم حضرتك لصفقات مصر المقاصه الموسم ده، يعني كان ابرزهم عندهم عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق، السيد حمدي مهاجم الاهلي، سعيد مراد شرطه، احمد الشيخ واحمد سامي ووائل فراج، والنيجيري شمس الدين تيجاني ده من المقاولين العرب، احمد زغلول مهاجم السويس، والكاميروني مارك موكواو، وناس كتيره ثانيين. شايفهم اضافه؟ طبعا اكيد فرقه بمستواهم ازاي؟ طبعا يمكن اللعيبه كلها عندها خبره اللعب في الدوري الممتاز، ولاعيبه على مستوى عالي جدا. يمكن وشفنا كمان يعني السيد حمدي احرز هدفين في اول مباراه، ويمكن كان منتقل للمقاصه قبلها بيومين او يمكن اخر 24 ساعه قبل نهايه القيد. تمام. ولعب المباراه واحرز هدفين، فدي برضو بتدي دفعه قويه جدا للاعب. اللعيبه الثانيه طبعا عبد الواحد السيد يعني حارس عنده خبره كبيره، وعندهم كمان حارس مميز جدا مصطفى كمال. سعيد مراد من اللعيبه المهمه كانت في فريق الشرطه، ومن اللعيبه اللي كانت اضافه قويه او عملت اضافات قويه لفريق اتحاد الشرطه الموسم الماضي، والنتائج الجميله اللي حققها الكابتن خالد القماش مع فريق اتحاد الشرطه. احمد الشيخ واحمد سامي ووائل فراج طبعا اكيد اضافات، يعني لعيبه كويسه واضافات المستوى هيبقى كويس. يعني اعتقد ان مستوى المباراه هيبقى كويس، وان شاء الله نستمتع بالمباراه بكره ان شاء الله. طيب الى اي مدى التعادل مع المصري والنقد اللي تم توجيهه لمستر ريكاردو المدير الفني للنادي الاسماعيلي هيأثر فنيا على مباراه بكره، ولا لا معزولين تماما عن اللي بيحصل ومركزين في المباراه؟ لا هو بص يعني ما اعتقدش انها يعني هيأثر، يعني لان طبعا مستر ريكاردو راجل اجنبي وراجل يعني مدرب محترف، فطبعا بيقدر يفرق بين غضب الجماهير، وده غضب مشروع ان انت كان المباراه في ايديك وخرجت ان نقطه التعادل، فطبعا مش هتأثر في حاجه. مستر ريكاردو يعني بيعد اللعيبه بشكل كويس، والكابتن اشرف والكابتن كرم جابر، فاعتقد ان لا مش هتاثر خالص على المباراه. واعتقد ان يمكن يعني بكره ان شاء الله يعني الاسماعيلي هيقدم مستوى احسن واحسن كمان في مع توالي المباريات. يعني شايفين مع حضرتك كابتن تغيير احمد ابو زياده بعمر الوحش، يمكن لعب كام دقيقه بالظبط زي ما حضرتك قلت ان هو يعني طبعا ما شايف ان يعني ما كانش له يعني لا ما نحكمش عليه، يعني ما حد ما يتحكمش عليه وبتاع ده. اعتقد ان يعني لاعب نازل في الوقت ده في اخر 3 دقائق من المباراه، والفرقه يمكن يعني نادي المصري بدا كعبه يعلى في الجيم في الشوط الثاني بعد هدف التعادل. فاعتقد يعني ما تقدرش تحكم على مستواه، بس انا اسمع ان هو كان من اللعيبه الكويسه، واعتقد انه كان في كفر الشيخ، انه طبعا كابتن اشرف يعني ادرى بيه، يعني يمكن كان من ترشيحات كابتن اشرف، ان كابتن اشرف دربه في كفر الشيخ الموسم الماضي يعني. فاعتقد انه هو لاعب كويس وهيكون اكيد اضافه للنادي الاسماعيلي الفتره طيب في حاجه انا قلتها في المقدمه عايز تعليق حضرتك عليها، ان بدات برضه ليها علاقه بمستر ريكاردو وبغضب الجماهير. حضرتك قلت ان غضب الجماهير ده هو الناس من حقها حاجه مشروعه طبعا، بس من غير ما تضر بالفرقه يعني. طيب في كلام بدا ينتشر على الانترنت، ما اعرفش بقى ده جماهير ولا ناس ليها مصالح ولا ايه الموضوع، بتقول ان بعد ماتش مصر المقاصه نحاسب مستر ريكاردو، ولو اتهزم يمشي. موضوع انه يمشي ده هنبدا نتكلم فيه من تاني مباراه، حتى لو اتهزمنا بكره لا قدر الله هنبدا نتكلم في ان احنا كل ماتش او كل ماتشين نركز مع النتائج، فنلاقي ان اخر الموسم مغيرين 6 مديرين فنيين مثلا ولا 5. والله يا استاذ احمد دي مشكله كبيره جدا. يمكن النادي الاسماعيلي كمان يعني زي ما احنا زي النادي الاسماعيلي دلوقتي بيعمل احلال وتجديد في الفرقه كل سنه. يعني كل سنه بتجيب 13 لاعب جديد او 12 لاعب جديد، لما يعني يستقروا مع بعض ويحصل بينهم انسجام ويبداوا يثبتوا اقدامهم، فبيمشوا بتيجي يعني فرقه ثانيه خالص وبتاع ده. فاحنا عايزين يعني كل سنه يعني صعب جدا موضوع الاحلال والتجديد بتاع كل سنه. انما طبعا موضوع المدرب لا يعني لازم يبقى فيه استقرار، ولازم الراجل يعني ما حاسبش من اول مباراه او ثاني مباراه طبعا على الاقل خالص طبعا الدور الأول. يعني على الاقل الدور الاول صح. على الاقل ان يعني نسيب الراجل يشتغل لغايه الدور الاول، وبعد الدور الاول يعني هيكون كل حاجه يعني اتضحت. فبدري على النغمه دي تطلع دلوقتي يعني هي كانت متوقعه بس طلعت بدري قوي يعني. لا بدري يعني صعب جدا وبتاع ده يعني. احنا هنحاسب بكره بعد الماتش ده يعني مستر ريكاردو بيبقى يعني قاعد في تدريب الفرقه السنه دي مثلا 15 يوم ولا حاجه يعني.
لا يعني لا مش دلوقتي خالص. لا خالص طبعا، اكيد طبعا. طيب وبعدين دي كمان مشكله بتعمل مشكله للمدرب نفسه، انه كل شويه بيسمع انه في ده المباراه دي اخر اختبار بالنسبه له او اخر فرصه بالنسبه له، لو ما كسبش هيمشي. فدي اكيد بتعمل توتر للمدرب اكيد يعني، بتفرق معاه. طبعا. هو ما كانش كلام بشكل رسمي، بس حضرتك عارف بقى ان الكلام لما يبدا ينتشر ويتوغل وحاجات كده كتيره يعني بيأثر بشكل او باخر. اكيد طبعا. في مفارقه للكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمقصه، رفض منح اللاعبين مكافاه فوز في المباراه اللي فاتت عقب لقاء الرجاء بسبب الاستهتار في الملعب، وطالبهم بالتركيز في لقاء الاسماعيلي. حضرتك شايف الموقف ده ازاي؟ يعني طبعا هو كابتن ايهاب يعني من المدربين اللي هم في قوه شخصيه بالنسبه له. يمكن انا زي ما قلت لحضرتك، احنا كنا في معسكر هنا في اسماعيليه من اسبوعين ولعبنا مع فريق المقصه، وهم كانوا في الشوط الاول 1-0 واحنا كسبنا الشوط الثاني، يعني كسبنا الفرقه 2-1. فطلع بعد المباراه خصم 5000 جنيه من كل لاعب، رغم انها مباراه وديه وفي نهايه معسكر، وكنا بنلعب الصبح، يعني كانت المباراه الساعه 10 الصبح. فدي بتبين لك ان يعني المدرب قوه شخصيه المدرب، وان المدرب مش لازم، مش اهم حاجه عنده المكسب، لا يعني طبعا المكسب ده مهم جدا طبعا لاي يعني فرقه، الثواب والعقاب موجود، انما الثواب والعقاب برغم احنا كسبانين بس برضه والاداء عنده اللعيبه بتستهتر، ودي يعني حاجه بنشيد بالكابتن ايهاب فيها طبعا. موقف طبعا موقف طبعا محترم، وده كمان بتبقى يعني انذار للعيبه انها تاخد كل المباريات وكل لصفاره النهايه بمنتهى القوه وبمنتهى الجديه. تمام. عشان يعني انت زي ما بنقول بتاع ده، المباراه ما بتخلصش الا بصفاره الحكم يعني. طيب خلينا اقول لحضرتك وجماهير النادي الاسماعيلي اللي بتتابعنا قائمه المباراه غدا، قائمه الاسماعيلي لمباراه المقصه: عصام الحضري، محمد عواد في حراسه المرمى، محمود متولي، شوقي السعيد، محمود حمد، كريم الضو، بهاء مجدي، احمد العش، احمد سمير فرج في خط الدفاع، وفي خط الوسط بنشوف عبد الرحمن حسان، بنشوف محمود عبد العزيز، احمد ناصر، عمرو السوليه، حسني عبد ربه، ابراهيم حسن، محمد زيكا، عبد الحميد شبانه، محمد مجدي، وعمر الوحش. وفي خط الهجوم شكر نجيب، كلاتشي، جون انتوي. الكلام ده جه في استبعاد احمد ابو زياده، جمال حسنين، محمد البعلي، محمد فتحي، احمد الشامي، والجيلاني، وخالد صبحي لعدم اكتمال لياقتهم البدنيه. انا عندي سؤالين. الاول، حضرتك شايف التشكيل الامثل للقاء بكره قدام المقصه هيبقى ايه؟ يعني طبعا هو انا من وجهه نظري انا ان هو بنفس التشكيل، مع يعني محمود متولي يلعب في نص الملعب، واحمد العش يلعب بجوار شوقي السعيد، يعني شوقي السعيد واحمد العش، يعني محمود حمد واحمد سمير فرج في خط الدفاع، محمود متولي يلعب مع محمود عبد العزيز او عمر الوحش، اتنين في نص الملعب، ويدوا فرصه لعمرو السوليه وحسني عبد ربه في التقدم خلف المهاجمين. وطبعا الاثنين المهاجمين ما فيش خلاف عليهم، انطوي وكلاتشي. تمام. فده من وجهه نظري يعني يمكن التشكيل الامثل. طيب عشان وقتي، السؤال الثاني اللي هو لقب الموضوع، في علامه استفهام على استبعاد احمد ابو زياده وعلى استبعاد جمال حسنين لعدم لياقتهم، اكتمال لياقتهم البدنيه. طب ازاي وهم كانوا مشاركين بشكل اساسي في مباراه المصري؟ يعني هم كانوا بدلاء في يعني شاركوا في تغيير، ودلوقتي انا بستبعدهم. ما دي انا برضو يعني هو يعني هو طبعا دي شغل الجهاز الفني، وهم ادرى طبعا باللاعيبه بتاعتهم. ف يعني اذا كان يعني عدم اكتمال لياقتهم في المباريات لغايه دلوقتي، ف يعني هم لعبوا، يمكن ما كانش فيه بدلاء غيرهم في المباراه الاولى، فيعني اضطر الجهاز ان هو يدفع بيهم في المباراه. فدي طبعا هو الجهاز الفني هو الادرى بيها، وهو اللي بيعرف اللعيبه، لان هو بيبقى متعايش معاهم وعارف كل كبيره وصغيره عنهم يعني. طيب اخر حاجه، لقاءات الاسبوع الاول 8 مباريات، 15 كارت اصفر، عدد الاهداف 25، عدد الكرات الحمراء 0، 25 هدف في 8 لقاءات. ده معدل تهديفي عالي. حضرتك شايفه علشان بس بدايه دوري، ولا ده معدل هيستمر، ولا لسه اللعيبه بقى عايزين يظهروا نفسهم وبعد كده الدنيا ممكن لا انا شايف ان شاء الله يعني السنه دي هيبقى موسم قوي جدا. بس نتمنى طبعا ان هو ما يبقاش فيه تاجيلات، وما يبقاش فيه يعني حاجات خارجه عن المألوف، ان الدوري يعني الانديه اللي موجوده كلها بتستعد
استعدت بشكل كويس. الانديه كمان يمكن اللي كانت برضو في دروب فيها السنه اللي فاتت، لا عالجت الموضوع ده بشكل كويس. ويمكن الداخليه يمكن خير مثال على كده، ان الداخليه السنه اللي فاتت ما ظهرش بشكل كويس، او تمام. بالفرقه اللي الناس كانت متوقعاها او كانت معروفه عن اداء الداخليه في المواسم اللي قبل كده، ان هو يكسب ماتشين. يعني كسب المقاولين 2-0، والمقاولين طبعا عنده لعيبه كتيره وعنده لعيبه كويسه، والنهارده كسب النصر 4-0. فدي اعتقد يعني نتيجه. حضرتك شايف ان المستوى عموما الفرق الفتره اللي جايه ده معدل تهديفي ممكن يستمر؟ ان شاء الله. يعني الفرق كلها بدات بشكل كويس، وبدات في الناحيه الهجوميه وبتهاجم ومن غير خوف، ودي اعتقد الكره الجميله اللي احنا نتمنى احنا نشوفها السنه دي ان شاء الله. شكرا كابتن حماد ابراهيم، مدرب السابق للاسماعيلي والمصري ومدرب الحالي فريق منيا، نورتني. شكرا لحضرتك، بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يوم الخميس في مباراتكم القادمه في مباراه المنيا وبني سويف، صح كده؟ نتمنى لكم التوفيق، وبشكر زميلنا هشام ابراهيم على التقارير، وزميلنا احمد امين على رئيس التحرير، وزميلنا الاستاذ حسام شلبي على الاخراج، وبشكركم جدا. نتمنى بكره التوفيق. المباراه الساعه 4:30 الاسماعيلي والمصري المقاصه، نتمنى ناخد ال3 نقط يبقى عندنا 4 نقط. هيكون في زميلنا خالد يوسف وزميلنا اشرف شلبي موجودين معاكم بكره الساعه 6 بعد المباراه، والاستوديو التحليلي وبرنامج سادة القناه عشان يتكلموا بالتفصيل عن اللي حصل. هيبقى بعد الماتش مش قبله، الساعه 6 استنوهم، ونتمنى توفيق النادي الاسماعيلي، واستنونا السبت الجاي حلقه جديده 11 مساء. تصبحوا على خير. ذو اللطائف لا يغيب. لتحميل أقوى الأدعية والابتهالات بصوت الشيخ مشادي راشد العفاسي